السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل حبايبي على قناة بص وطول النيو. يلا نعمل الكريم الكراميل الكداب. هو فيه كداب وصادق، هنشوف الوصفة مع بعض. طبعا عندنا البيت دلوقتي مليان فينو بسبب المدارس. لو عندك 2 فينو ناشفين كده مش محتاجاهم، حطيهم في شوية مية لغاية ما ينيخوا. لكن لو طازة وفريش ابدأي معايا الوصفة على طول. هنحط 2 فينو في الخلاط مع 3 بيضات مع فانيلا مع كوب مكثف محلى، ونضرب كل المكونات دي في الخلاط تمام لغايه ما يتجانسوا مع بعض. وبعد كده هنجيب طاسه نحطها على النار. تمام، هنحط فيها كوبايه سكر سنترافيش، وبعد كده بالسباشولا ونبدا نقلب فيه لغايه ما يتحول معانا الكراميل. خلي بالك منه لا ياخد لون زياده ولا يحروق منك. وبعد كده هنجيب الصينيه الفرن اللي هنشتغل بيها ونحط فيها الكراميل، ونحاول نوزع الكراميل اللي بتاعنا بالسباشولا على الجوانب بشكل متساوي على قد ما نقدر، عشان لما ننزل المكونات اللي في الخلاط تاخد نفس الطعم الكراميل. هننزل بقى المكونات بتاعتنا في الخلاط ونغطيها بورق سلوفان، ونحطه في حمام مائي في حلة كبيرة هنعبيها مية عشان تستوي فيها بديل الفرن. تمام، هننزل لتر ميه، والمفروض ان انت هتعلي النار بتاعتك شويه لغايه ما يبدا يغلي، وبعد كده نوطي النار على الهادي خالص كانك بتعملي رز. ياخد معانا من الوقت من ساعة الا ربع لساعة. الافضل سيبيه عشان ساعة عشان يستوي، ندخله التلاجة يبات لتاني يوم، ونبدأ نطلعه ونقلبه في طبق التقديم. وده بقى الكريم الكراميل بتاعنا الكداب. هو مش كداب ولا حاجة، بس هي الوصفة كده. وبألف هنا وشفا على كل حبايبي. اتمنى لو وصلتي معايا نهاية الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد مع ام مودي بص وطول النيو. شايفين الكريم الكراميل بتاعنا؟ بألف هنا وشفا. مع السلامة في طاعة الرحمن. باي باي.